حلة كابوريا زي اللي بتاكلوها بالظبط في أحلى وأشهر المطاعم، وكمان معاها المبرومة زي ما في بعض السواحلية بيقولوا عليها كده، لكن هي اسمها سمك مكرونة. عملناه برضو بتتبيلة حلوة جدا مع شوية رز مفلفل. هنقول دلوقتي كل الطرق ديت مع بعض. أول حاجة يا صباح أو مساء الهنا والسعادة على كل حبايبي اللي بيتابعوني وكل حد يوصل له الفيديو الحلو ده. عارفين يعني ايه المبرومة؟ المبرومة دي اللي هي المكرونة، السمك المكرونة، بس بعض الأماكن بيقولوا عليه كده علشان بتبقى السمكة بتاعته سرحة ومبرومة كده. هنجيب أول حاجة معلقة توم مفروم مع معلقة هريسة، وهاتي بقى 3-4 ليمونات وقطعيهم وعصريهم على التوم وعلى الهريسة مع معلقة كمون، وننزل بعد كده كمان بالكزبرة الناشفة ونقلب ده كله مع بعض. طيب وهننزل كمان ب3 معالق أو معلقتين زيت، وكده الخلطة بتاعتنا بقت جاهزة. ونجيب السمك بتاعنا ونبتدي ان احنا نحشيه واحدة واحدة. طيب هبتدي ان انا احشيه من جوه وهو في نفس الوقت حشوة وتتبيلة، واسيب السمك كله في قلب التتبيلة دي وفي قلب الحشوة دي. طبعا بعد ما هدخل داخل السمكة وخارجها التتبيلة دي، هسيبهم بقى مع بعض قد نص ساعة، ساعة الا ربع كده، يبتدي السمك واللحم بتاع السمك يشرب من التتبيلة الحلوة دي. طيب هاجي بعد كده هعمل أكلة حلوة قوي. هجيب الكابوريا اللي عندي، لو لقيتي كابوريا نتي مفيش مشكلة، تبقى حلوة جدا، بس احنا لقينا الكابوريا الجميلة الحلوة دي. جبنا بعد كده معاها فلفل ألوان وبصل وكرفس وجزر مبشور. كل الحاجات الحلوة دي هتساعدنا ان احنا نطلع احلى كابوريا. وجبنا الحلة بتاعتنا حطينا فيها معلقتين زيت، هنبتدي ان احنا ننزل عليهم الحاجات واحدة واحدة. هنزل البصل الاول وبعدين التوم المفروم، هشوحهم تشويحة. انا هنا مش بسوي يا جماعة، انا هنا بدي بس تشويحة بسيطة. وبعدين هنزل بكوباية جزر مبشور، ده بيدي طعم وحلاوة جدا للخلطة بتاعتي. 3 حاجات مفيش غنى عنهم يطلعوا لك احلى تتبيلة: الكرفس مع البصل مع الجزر. وهننزل بعد كده بالفلفل الالوان اللي عندي، وهبتدي ان انا انزل بشوية ملح وشوية توابل سمك مع كمون مع كزبرة ناشفة، وقلبي في كل الخليط ده. وبعدين انزلي ب3 طماطميات بس متقطعين، وكل ده بيتقلب وبيتشوح على نار هادية. مش عايزين الخضار يدبل قوي، انا بس بشوحه بديله ريحة حلوة. وانزل بعد كده بالكابوريا بتاعتي، هديها تقليبة واحدة بس مع كل الخليط الحلو ده في الحلة الكبيرة دي. هناخد بس تقليبة واحدة، وبعد كده انا طبعا مش هنسوي في الحلة تمام التسوية، انا عايزة احطها بقى في حاجة تانية عشان دي اللي هقدم فيها. فاقوم جايبة صينية او بايركس او اي حاجة من الحاجات اللي انت عايزة تقدمي فيها. بعد ما تكوني قلبتيها تقلبتين كده على النار، هتحطي فيها برضو معلقة زيت، وابدأي انزلي بقى بكل الخليط دوت ورتبيه وظبطيه، وهندلي بقى كل شكل الخضار مع الكابوريا مع الحاجات الحلوة دي. زي ما انتوا شايفين هي ما استوتش لسه، وابتدي دخليها بقى. عايزه تدخليها الفرن ماشي، هتاخد حاجه بسيطه في الفرن. عايزه تخليها على البوتاجاز من فوق وتغطيها، برضو هتطلع بطعم ويعني وشكل حلو قوي. هنبتدي بقى نجيب السمك بتاعنا المبرومه او المكرونه الحلوه اللي احنا واخدين عليها، وهبتدي ان انا اغلفها بالدقيق. والدقيق بتاعي هيكون فيه معلقه نشا عشان تشد معايا وتخلي الاكله كريسبي معايا. حابه انك تدي غلافين، اديها في الميه وبعدين رجعيها تاني على الغلاف ده وعاد تحمير على طول. وبعد كده تعالوا نشوف احلى كابوريا طلعت فعلا، ريحه وطعم وشكل مفيش احلى ولا اجمل من كده. طبعا انت هنا عملتي احلى صينيه كابوريا. لو هتجيبيها من اي محل بره هتدفعي مبلغ يعني زي ما بيقولوا كده شيء وشويات، وعندك احلى واجمل مكرونه فعلا كريسبي وجميله. وهنعمل احلى واسرع رز. يا دوبك هنحمر البصله وننزل عليها بالرز، وننزل عليها بربع كوبايه جزر، ونبتدي ان احنا نسوي ده كله مع القرفه وتوابل السمك. هيديكي احلى واطعم رز. يا رب يكون الوصفه عجبتكم وافادتكم. منتظره تعليقاتكم الجميله. اسيبكم في خير واشوفكم في خير، ودايما يا رب على خير. والسلام عليكم ورحمه الله.